هذا الصوت مخصص لك وحدك، ولا يمكن لأي شخص آخر إنشاء نسخة مطابقة له. كما يحق لك استخدامه في المشاريع التجارية وتحقيق الأرباح، ولن يتمكن أي شخص آخر من استخراج أو الحصول على هذا الصوت نفسه. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم باش نعلمكم كيفاش تعمل صوت خاص بك عن طريق الذكاء الاصطناعي، على خاطر برشا ناس بعد ما يتعبوا في صنع الفيديوهات وصنع الصوت عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبعد ما يحصلوا السوايع ويحصلوا عدد المشتركين يبعثوا القناة للمراجعة، لكن يجيهم الرد اللي المحتوى معاد استخدامه، بالرغم انه هو معناتها صنع النص وحرر القصة وتعب. المشكلة لهنا تتمثل في أنه الكثير من الناس استعملوا نفس الصوت، على خاطر الأصوات اللي تستعملوا فيها تكون متاحة للجميع. هوك علاش اليوم ما جيتش نعلمكم كيفاش تصنع صوت خاص بيك ما تنجم تستعمله كان انت. باش نبدأ بخطوات بسيطة، حاول تبعني خطوة بخطوة. الخطوة الأولى الخطوة الأولى نمشيو لمتصفح جوجل، نكتبوا لهنا 11 لابس، ندخلوا الأول أول خانة. هنا لازمنا نفتح حساب عن طريق جوجل. لهنا يفتح لي الحساب مباشرة لأني استخدمته قبل، لكن نتصور سهل جدا أنك تحل الموقع. باهي نمشي للخانة رقم 2 الأصوات. لهنا نمشي ولهنا صنع الصوت، نمشي لأول خانة لهنا. باهي لهنا هو عطيك وصف الصوت اللي استنتجه، انت لهنا تقوم بإزالته. باهي أنا لهنا باش نستعمل موقع شات جي بي تي، طلبت منه أنشئ لي برومت صوت راوي عربي هادئ ودافئ لرجل في الثلاثينات بصوت طبيعي وواضح ومناسب لسرد القصص، أريده احترافيا وجذابا من نبرة واثقة وإيقاع مريح. لهنا أعطاني البرومت هذا، نعمل له كوبي، نرجع لهنا ننسخوه لهنا. باهي من بعد نمشيو لهنا سيتينغ. باهي لهنا سرعة الراوي كيفاش تحبها انت، نتصور تخليهم كيما هما. لهنا تنزل على الخانة هذه باش تقدر تحط النص اللي تحب تسمعه. مثال هناش نحط مقدمة احنا. لهنا أنا عندي النص حاضر باش ما نطولش عليكم. كان يا مكان في سالف العصر والأوان إلى آخره. لهنا ديما ماذا بيك ما تفوتش 250 حرف باش يكون الصوت متوازن في كل عملية إنشاء صوت. باهي لهنا اش نطلبوا منه إنشاء الصوت، ننزلوا على هذه، نستناو بعض الثواني وش لنا 3 أصوات. وانت من بعد بالطبع تختار الصوت اللي تحب تستعمله واللي تراه مناسب. كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، في مدينة بغداد القديمة المليئة بالأسواق والقصور، عاش رجل ثري يعرف بين الناس بكثرة أمواله وتجارته الواسعة، وكان يملك من الذهب والفضة ما جعله من أغنى أهل المدينة. هذا كما سمعته الصوت الأول، نمشيو نجمو الصوت الثاني. كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، في مدينة بغداد القديمة المليئة بالأسواق والقصور، عاش رجل ثري يعرف بين الناس بكثرة أمواله وتجارته الواسعة، وكان يملك من الذهب والفضة ما جعله من أغنى أهل المدينة. نمشيو للصوت الثالث. كان يا ما كان
في سالف العصر والأوان، في مدينة بغداد القديمة المليئة بالأسواق والقصور، عاش رجل ثري يعرف بين الناس بكثرة أمواله وتجارته الواسعة، وكان يملك من الذهب والفضة ما جعله من أغنى أهل المدينة. أنا لهنا عجبني الخيار رقم 2. كان يا ما كان في سالف نضغطوا العصر هنا، والأوان. نضغطوا هنا باش نختار الصوت. في مد... باش نسميه باللغة العربية ولا تنجم باللغة الفرنسية. باش نسميها أراوي لهنا. باهي لهنا عربيك. هذا وصف الصوت، خليه كما هو. نمشيو لهنا تسجيل الصوت. باهي لهنا كاين الوصف أكثر من 500 حرف، لازم يكون أقل من 500 حرف. هو الحقيقة هذا ماهوش مهم، وعلاش نقص شوية في وصف الصوت، على خاطر الصوت مسجل عنا. نعمل حفظ الصوت لهنا. به نمشيو نجربوا صوت آخر. عندك الحق في 3 محاولات تختار الصوت، 3 أصوات باش تنجم تستعملها. نرجعوا كما عملنا بكري، نرجعوا نفسخوا هذا. لهنا باش نطلب من شات جي بي تي انه يعمل لي صوت مرأة تسرد في قصص الأطفال. أنشأ لي صوت راوية عربية احترافية لامرأة شابة بصوت دافئ ولطيف، إلى آخره. لهنا الشات جي بي تي أعطاني وصف الصوت. كيف نعملو له كوبي لهنا. نمشي نرجع للموقع متاعنا، نمشي ننزلو كالعادة على هذه إعدادات، نخليهم هما نفسهم. نمشيو لهنا، تحضر انت النص اللي عندك، تلصقه لهنا. باهي كالعادة تعمل استخراج الصوت، صنع الصوت. نستنى بعض الثواني ويكون الصوت جاهز. كان يا ما كان في سالف العصر والأوان. كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، حيث تعيش الحيوان. كان يا ما كان. كالعادة عجبني كان يا الصوت ما هذا، كان نقوم في سالف العصر باختياره. كيف لهنا في هاد 500 حرف مش مشكل. هو مسجل هذا فقط. نجم نقصه لأنه وصلوا 500 حرف. ما تقلقوش رواحكم على خاطر الصوت مسجل. نحن طلب مني اسم شو تسميه الصوت. أنا نسميه الراوية. نعملو حفظ الصوت. نطلب منا اللغة. باهي توا نرجعو للخطوة الأخيرة. كيفاش نلقاو الصوت اللي استحفظنا بيهم بكري وقمنا بحفظهم. ما عليك كان تمشي لهنا، تحويل النص إلى صوت. به تضغط على الخانة هذه باش يجيوك الأصوات 2 اللي سجلتهم. نجربوا هذا. لهنا تعمل السرعة متاع القارئ. لهنا نحطوه بطيء شوية. لهنا stability نحطوها للآخر، والباقي نخليه كما هو. به
لهنا عندي نص أنا محضره. نضغط هنا وخلينا نسمع الصوت مع بعضنا. هذا الصوت مخصص لك وحدك، ولا يمكن لأي شخص آخر إنشاء نسخة مطابقة له، كما يحق لك استخدامه في المشاريع التجارية وتحقيق الأرباح، ولن يتمكن أي شخص آخر من استخراج أو الحصول على هذا الصوت نفسه. باهي نتصور الصوت ممتاز. نرجع للقارئ الأخرى، نرجع نفس المراحل، نمشيو لهنا، نمشيو للراوية، نضغطوا عليها كيف لهنا السرعة نقصوا فيها شوية، stability لهنا نرفعوها للأخير ونسمع الصوت متاع الراوية. هذا الصوت مخصص لك وحدك، ولا يمكن لأي شخص آخر إنشاء نسخة مطابقة له، كما يحق لك استخدامه في المشاريع التجارية وتحقيق الأرباح، ولن يتمكن أي شخص آخر من استخراج أو الحصول على هذا الصوت نفسه. هذا هو كيفاش نعملوا صوت مخصص ليك، ما ينجم حد يستخدمه. حتى انت لو حليت من موقع آخر ولا من إيميل آخر ما تنجمش تخرج نفس الصوت. الصوت هذا يكون مخصص، كان اللي أنشأه أول مرة. بهذا توفى حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله كان عجبكم المحتوى. تعملونا اشتراك باش تشجعونا باش نشوف لكم حاجات تستحقوهم في صنع المحتوى. بسلامة، وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية.